كلمتك الطيبة لها أثر، اعتذارك له قيمة، تفهمك للآخرين أدب، التغاضي عن الأخطاء وعي، مراعاة المشاعر نبل، صون الود ود، ما تقدمه لغيرك عائد لك، لا تبخل بالجمال فتصبح خاليا منه. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا فيديو جديد ونهار جديد، وان شاء الله غادي نوريكم بزاف الحويجات. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم كما راه عاجبني انا الحال وكما عجب بناتي. شكرا للسيده على هذه المبادره اللي درت معايا، ربي بوحدو اللي غادي يجازيها على هذا الخير هذا، لان واحد الحاجه اللي شنقول لكم زوينه والاخر واحد الحاجه اللي زوينه، وفي نفس الوقت صراحه والله ما تنحسوا بلا راه حنايا بمدينه وحده اخرى زعما ماشي مدينتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كيما شفتوا هنايا حط لنا فطير، مسكينه شرات هذاك الملوي والحرشه وهذا والمسمن. واخا صراحه كلشي هنايا غالي، باش نقول لكم الصراحه انا تنحاول نخلعكم، لا ما تنحاولش نخلعكم، كنحاول نقول لكم كلشي اختي بالماديات. هنايا لا بغيتي تسافر ولا تعيشي اختي كلشي بالفلوس. الله يرزقني ويرزقكم يا ربي من واسع الفضل ديالو. حنا واخا الحمد لله ما عندناش، ولكن ربي كتب ليا انا وبناتي باش نغيروا هذا الجو هذا. واخا ما عندكش باش اللي يتسنى الله سبحانه وتعالى، واللي يصبر اكيد من بعد الصبر ربي كيجيب له الفرج. الحمد لله، الواحد هي اللي يمشي بالنيه ديالو والكمال لله. ربي كيخطط لك كل شيء، ماشي بالضروره عندك ولا ما عندكش، راكي غادي توصلي لداك الشيء الا كنتي كتحلمي او الا كنتي مثلا. انا والله الا ما مشيت كنت كنحلم نسافر، هي كنت كنشوف هكا الناس مسافرين وراكم عارفين وكتبتسمي وكتفرحي وكذا وتتقولي كون يسهل عليا الله كون كان عندي انا نسفر بنياتي. ها هما ربي سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. اللي يتسنانا من كل شيء من تجارب اللي كنحاول نعطيكم، كنقول لكم اللي يتسنى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. المهم هنا فطرنا، غسلنا المعنات، وغادي ان شاء الله نشارك معكم اختي الدويره. وصراحه والله تدويره يعني زوينه ما بيهاش، كاين اللي ما تعجبوش وكاين اللي تعجبو بحكم المهم، ولكن انا بالنسبه لي انا كنشوف على الثمن. الانسان شوفوا لي عرفتوا دابا المشكله، دابا انا شكال دابا بالنسبه لي تندوز بالظروف وشويه قاصحه وكذا، كنحكر على بزاف د الحوايج اثمنه صافي الا لقيتها مثلا واحد الحاجه زايده ما يمكن ليش ناخذها، لان الانسان قال لك هذاك كما تيقولوا اللي عاش في واحد القساوه كيولي يعرف كما تيقولوا ماشي اي حاجه غادي يجي ويخسرها، خاصو يصبر وغادي يلقى محسن. وسبحان الله انا بالنسبه لي انا هذيك الدار اللي كانت ب700 درهم واش نعاود واحده اخرى ب600 درهم، يعني ها حنا صبرنا وزدنا قلبنا وهنا لقينا يعني هذيك 700 درهم اللي غادي تكريها في نهار احنا نصدقوا نكريو بها يومين ويشيط الخير. فهمتوا؟ يعني الانسان خاصو يصبر ويستعين بالله سبحانه وتعالى. قال قد ما طال الليل كيصبح الصباح، ما غاديش يبقى الليل، غادي يصبح الصباح. يعني الانسان خاصو يصبر ويتامر فيما كنت يا اختي. ربي سبحانه وتعالى عطاني هذه القناه في نفس الوقت باش نستافد منها وننقذ راسي وننقذ بنياتي، وفي نفس الوقت عطاها لي باش نوصل لاي وحده رساله اللي كتشوف فيا وجالسه وكتقول يا ربي يسهل عليها، غادي ربي يسهل عليك، هي زيدي صبري. وانا متاكده اي واحد قلبه زوين راه كياخذ اضعاف مضاعفه داك الشيء اللي كيتمنى لغيره. كونوا هذه على يقين فيها، سيري مزيان ودي صفي نيتك وكوني على يقين ان داك الشيء اللي كتمناه لغيرك غادي يجيك حسن منه حسن. المهم اخوتي بديت لكم الكوزينه. حنا صراحه راه جبنا شويه د الماعنات، فهمتوا؟ راه ما جيناش بيدينا اختي خاويين، اختي راه ضروري الديباناج. المهم جبنا هكا شي كويسات، جبنا بريريت، جبنا داكشي ديالنا، فهمتوا؟ مع ذلك لقينا هنا البرارات، لقينا كويسات، لقينا طبيصلات. المهم ديك الشبيكه هي الماء اللي كاينين في هاد الدار هادي مقيله. الكوكوط صراحه ما كايناش،
وحتى حنا ما جبناهاش، قلنا زعما الا قدا الحال غادي نديرو غير شي طواجن ولا شي حاجه بحال هكا وصافي، نشريو غير شي حاجه واخا حتى طاجين ديال البيض ومطيشه. المهم طيبي شي حاجه للدار وتحاولي تنقصي من الميزانيه ديال السفر. الواحد هو اللي يعرف كيفاش يدير، واخا فين ما كان ماشي بالضروره اختي سافرتي خاصك تخسري وتاكلي في الزنقه وتاكلي وديري تنشريو للوليدات شي حاجه خفيفه هكا وصافي. المهم بلي غيروا الجو، راكم عارفين الوليدات وكيتعاندوا انا بنات ولا شحال من حاجه ما تياكلوهاش، وخصوصا الضحى ما كانش كتاكل لي كاع. ودابا ملي لقات يا اختي الوليدات الصغار ولقات هكا الجو ولات كتاكل شويه. ولكن الحمد لله على كل حال، الله يسهل اموركم. هنا راه كنا هاد الحوايج صبنتهم ديال اللي كنا يلا وصلنا للبحر البارح. ايوا خرجنا وراكم عارفين ضروري كتفزكي رجليك ضروري الوليدات المهم راكم عارفين كانوا متحمسين فوقاش اللي وصلوا للبحر. صافي راكي عارف ما غاديش تحبسيهم، والرمله وهذا البحر هذا اللي كنا مشينا له فيه الرمله، فهمتوا؟ حيت كاين البحر اللي فيه الكوكياج، كاين البحر اللي فيه الرمله، كاين البحر اللي فيه الحجر، هذا فيه الرمله. والرمله راكم عارفين يعني الرمله والماء. صافي يعني اول حاجه درناها هي فاش دخلت انا بعدا للدار حيدت عليا دوك الحويجات صبنتهم مع جايبين معنا التيد. المهم اختكم اختي راه مناضله ما كنسى حتى شي حاجه. المهم حاولت نجيب هكا معايا التيد، اي واحد الباكيه هي صغيره عاديه هذيك قيل 4 دراهم كادير. المهم وكان صبن بها هذا مأكل. المهم هنايا كما كتشوفوا هذا هو البيت، هذا البيت هذا هو اللي شديت انا وبناتي. المهم البيت الاخر غادي نوريه لكم، شدته هي وليداتها. المهم وخلاص الوليدات الاخرين راه بوسط الدار يعني راه فهمتوا يعني ترى تبارك الله راه 3 وانا عندي 2. المهم انا وبناتي، بنتي راه عطيتها هذيك هاد شنو سميتو الناموسيه، وحنا هاهما هادو زايدينهم سبحان الله العظيم باش تعرفوا الدار بحال الا راه كتسنانا حنايا. جاتنا سبحان الله هي هذيك، فهمتوا؟ المهم هنايا كاينين 2 بيوت النعاس. المهم بناتي راه فرحوا بزاف عرفتوا والله الا جاتهم تيقولوا لك واش الدار مفرشه ناضيه. المهم ولكن شوفوا سبحان الله العظيم، انا يا عجبتني الدار وانتم ما كنظنش ما غاديش تعجبكم، وخصوصا ملي غادي نقول لكم الثمن ديالها باش كريناها. وهذا لا شومبر الثانيه، هذا البيت الثاني. شوفوا كيفاش جاي طونوبيله حدا الباب كنحطوها يعني ما بعيده لا في الباركي لا حتى شي حاجه. الطونوبيله هي حدا الباب يعني ما تتمشي لا من هنا لا من هنا شي باركين، يعني جايه سفليه فهمتوا؟ يعني جايه حدا الشارع، في الشارع كتخرجي البحر حداك، كلشي سبحان الله سخر فيه الله سبحانه وتعالى. المهم كما كتشوفوا ايوا البيت كيما جاي على هذا الشكل هذا. صافي فيه الماريو فيه الدفو فيه كل شيء. السيده خلات راه دارت حوايجها في الماريو، انا صراحه خليتهم في الشنطه، خليتهم مع خوتي في الشنطه وصافي. السيده دارتهم في الماريو. وهنايا جاي بوسط الدار بحال هكا، شفتوا كيفاش جاي بوسط الدار جايه بحال هكا. فوطيات له فيها التلفازه الا بغيتي تجلسي وتفرجي فيه التلفازه. المهم فيها التلفازه هنايا بوسط الدار اللي بغى يجلس وتفرج. المهم هنايا الثمن ديال هاد الدار هذه 300 درهم اللي هي 6000 ريال. صراحه والله حتى مخيره يعني يومين تقام ب12000 ريال، عكس هذيك اللي هي نهار ب700 درهم 600 درهم. صراحه الدار هذه ناقصها حاجه وحده هي ماكينه الصابون، حيت كنشوف بزاف الناس كيكريو كيقولوا بلي كرينا ولقينا فيها ماكينه الصابون. هنا صراحه ما فيهاش، فيها الثلاجه كانت شويه مكرفسه سيقتها غسلت الثلاجه. المهم بزاف د الحوايجات هكا درتهم والحمد لله. وواحد التفويجه زوينه وخرجنا هنايا بالليل فهذا شي تيقولوا له القطار وكيديروا فيه الانشطه. صراحه زوين بزاف بزاف. المهم هادو ما تيخلصوش الدراري الصغار، هذا خلصنا هي على راسنا انا والسيده. تيخلصوا التيكي 15 درهم اللي هي 300 ريال، يعني بحال اللي ركبنا 600 ريال كاملين. ارجع
فيا وعودي بركيش نجري ودينا ننسيش نجمو وافر عندك وافر علامو